قول لي يا حموكش، عامل ايه في رمضان يا صاحبي؟ والله لحد دلوقتي يا برشامة رمضان زي الفل. انا اتمنى رمضان يبقى السنة كلها. وانت عامل ايه؟ والله يا حموكش مش عارف، انا باجي لحد الظهر كده والعطش بيكبس عليا، ببقى هموت. يا عم اجمد كده، تموت ايه؟ انت بقيت راجل خلاص يا برشامة. تلاقي الواد زلطة ده ما بيصومش ومقضيها كده. وانت مالك ومالي يا عم؟ ما تخليك في حالك. بس يا ابني انت وهو مش عايز صوت. الاستاذ صالح؟ ايوه الاستاذ صالح يا اخويا، انت وهو بتتخانقوا في الفصل. والله يا استاذ صالح هم اللي بيرموا عليا الكلام. بس خلاص يا زلطه، عايزين نبدا الحصه، مش عايزين دوشه كتير. انا عايزكم ترفعوا راسي قدام المدير المدرسه جاي يعمل لكم اختبار. طب وما قلتلناش ليه يا استاذ صالح عشان كنا نذاكر؟ هي مش محتاجه مذاكره يا برشامه، هو يسالكم اسئله عن شهر رمضان الكريم. حسونه ايه اللي جابك متاخر كده؟ معلش والله يا مستر، انا اتاخرت بسبب المواصلات. اول واخر مره يا حسونه تتاخر كده. حاضر يا مستر. ادخل اقعد يلا. اشمعنى انا يا مستر دلوقتي انت قعدت حسونه؟ ولا هو عشان ابني نائب المدير يعني؟ اسكت خالص يا برشامه بدل ما اضربك واعلقك من رجليك. حاضر يا مستر. ازيك يا استاذ صالح؟ الحمد لله يا سياده المدير، اتفضل. قيام يا ابني، انت وهو اللي سياده المدير. ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله. يا ترى النهارده مذاكرين ولا عاملين ايه يا اولاد؟ مين الشاطر اللي فيكم يقدر يقول لي متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا يا مستر. اتفضل قول يا برشامه. ولد النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول من عام الفيل. برافو عليك، برافو. مين فيكم يقدر يقول لي متى فرض صيام رمضان على المسلمين؟ انا يا مستر. قول يا زلطه. فرض على المسلمين صيام شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة. برافو برافو عليك. ما هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان؟ أنا يا مستر. اتفضل قول. الشهر الذي يسبق شهر رمضان هو شهر شعبان. برافو عليك. مين فيكم يقدر يقول لي من هو الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة؟ انا يا مستر. قول يا حموكشة. الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة هو سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من هو الذي قام ببناء السجون في الدولة الإسلامية؟ أنا يا مستر. قول يا حسونة. هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. برافو عليك. مين يقدر يقول لي من هو أول نبي تمنى الموت؟ أنا يا مستر. قول يا برشامة. هو سيدنا يوسف عليه السلام. من هو أول من رفع الآذان في السماوات؟ أيوة يا مستر أنا. اتفضل قول. سيدنا جبريل عليه السلام. برافو برافو عليك. مين يجاوبنا على السؤال ده؟ كم عدد الأعوام التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا يا مستر. قول يا برشامة. عدد الأعوام التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم هي 9 أعوام. برافو برافو عليك. ما هو ثاني مسجد في الإسلام؟ أنا يا مستر. اتفضل جاوب. المسجد الثاني في الإسلام هو المسجد النبوي. مين يقدر يقول لي أين تقع الأعراف؟ أنا يا مستر. اتفضل جاوب. توجد الأعراف بين جهنم والجنة. برافو عليك. مين يقدر يقول لي من هم الأنصار؟ الأنصار يا مستر هم قبيلة الخزرج. أين موقع قبر نبي الله هود؟ أنا يا مستر. جاوب يا برشام، اتفضل. يوجد قبر نبي الله هود في مدينة حضرموت. برافو عليكم يا أولاد، وبكده يكون خلصنا الامتحان الشفوي. ايه رأيك في مستوى الطلبة يا سيادة المدير؟ الطلبة كلهم شاطرين ما شاء الله يا أستاذ صالح، وطبعا البركة فيك. شاكرين يا سيادة المدير. أستأذن أنا. وبكده يا أولاد يكون الحصة خلصت. شكرا ليكم جدا، رفعت راسي قدام المدير. أنا بحبكم جدا زي أولادي. وإحنا كمان بنحبك. طب يا مستر، نسيت تسأل المتابعين سؤال زي كل حلقة عشان يجاوب عليه في الكومنتات. السؤال ده للمتابعين، واللي يعرف يجاوب في الكومنتات. من هو الصحابي الذي كانت تسلم عليه الملائكة؟ وبكده يكون الفيديو خلص يا أصحابي. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات علشان كلنا ناخد ثواب.